مقلب جوه مغزى، موهوب مش لاقي فرصة، شاعر أو كاتب قصة، هنشاور للناس عليه والحكم بقى ليهم، حبوك راح تكبر بيهم، حسوك هيخلوك نجم والبركة بقى فيهم. ستار تيكر ستار فيكر، مين اللي هيكسب المليون؟ مقلب جوه مغزى، موهوب مش لاقي فرصة، شاعر أو كاتب قصة، هنشاور للناس عليه والحكم بقى ليهم، حبوك راح تكبر بيهم، حسوك هيخلوك نجم والبركة. انت ايه مقدم بايه؟ انا شاعر. شاعر، حلو جدا. انا شاعر برضه، بغني وملحن. هايل. وانا هغني احتمال او اقول شعر، لسه هشوف هما يطلبوا ايه واقول. توفيق ان شاء الله. تعمل حاجه شعر ليك يعني؟ انا لا عامل منزل كتير عليا. ايوه، تقول حاجه ليك اه ايوه طبعا. سمعنا يا عم، فك الموضوع كده. معقولة ما خدتش بالك للدرجة دي؟ ما سألتش نفسك بعمل كل ده ليه؟ طب حتى ما بانش عليا وانت قصادي، ما لمحتش عيني وشفتها بتقول ايه؟ اصبر ايه الشياكه؟ ايه؟ ايه الشياكه يا حبيبي؟ مساء الخير اعزائي المشاهدين في كل مكان. لو عندك موهبه مكانك هنا، لو نفسك تبقى نجم هنا العنوان الصحيح. نقدر نقول هنا المكان اللي بيحول الحلم لحقيقه. معانا شباب بيكتب، شباب بيغني، شباب بيألف، شباب بيلحن، شباب موهوب جدا جاي يكسر الدنيا. اهلا بكم في ستار تيكر. المتسابقين النهارده جايين يظهروا موهبتهم قدام لجنه التحكيم المتكونه من طبعا كبار الملحنين والشعراء والمؤلفين بالوطن العربي. رحبوا معايا بالمؤلف والشاعر الأستاذ أحمد عبد السلام، والموسيقار الأستاذ الكبير علي الغياطي، والمنتج الكبير القدير الشيخ وليد العميري. النهارده ستار تيكر بتقدم جائزة المليون جنيه. عارفين يعني ايه مليون جنيه؟ يعني الأحلام هتتحقق. خلينا نقول مش دي بس المفاجأة للستار تيكر هيقدمها ستار تيكر، كمان هيقدم عقد لمدة 3 سنين. لجنة التحكيم هتكون مسؤولة عنكم وهتنتج لكم ألبوم. جاهزين؟ جاهزين جدا مستعدين؟ ان شاء الله. يلا نرحب النهارده معانا بأول ضيفة ونشوف هتغني لنا ايه أو هتقول لنا ايه. هو انا بغني وبقول شعر، بس انا حابه ان انا ابتدي اقول شعر. اتفضلي. اسمك؟ اسمي نورسين احمد. سم فران، ليه يا عم؟ ده الفار غلبان، تعبان على عياله شقيان، بيختفي ولما بيظهر بيبان. سم فران. كملي. خلصت. طب سمعينا حاجة تانية. ايه سم فرين دي؟ أنا مش فاهمة يعني. جاية تستهزئي بالأساتذة؟ لا مش يا بستهزأ. أستاذة، هذا شعر ولا غنى؟ لا هو شعر بس باللغة العامية يعني. لغة عامية فران. شيلي الكلام الفاضي معلش يعني. شايفة معلش يعني. الاستهزاء؟ ايه الكلام الفاضي ده؟ رأيك ايه يا أستاذ عبد السلام؟ لا والله يعني انا بختلف مع الشيخ وليد. هي بتقدم رساله يعني، وانا حسيت ان في مخزون في الكلام بتاعها يعني. حضرتك شايف ايه؟ منتظر ايه منها او شايف ايه في كلامها؟ عندك حاجه تانية؟ أغني طيب؟ اعملي اي حاجه. أغني؟ ماشي. بعد الشعر هذا بتغني؟ عايز تغني شعر حاجه تاني. فيها سم برضه. شعر تاني؟ طيب ثانية واحدة، أنا بس كاتباهم كلهم عشان لو اتلخبطت. انتوا هو أنا كنت يعني نبعد عن الفار خالص، أنا كاتبة حاجة تانية عن الفار. لا خلاص بلاش بقى. بلاش فار. طيب بلاش تشرب هذا الدواء، الدواء فيه سم قاتل، وجواز عزيزة من جواز من مني؟ فؤاد باطل. عزيزة.
يعني ازاي يعني يعني مش فاهم يا استاذنا، استاذنا فاضل، شو رايك في انا صد... انا مش عارف أولاً ما اسمهاش عزيزة. ولا انت عتريس انا انا بالنسبه لي ما اتوترت اسمهاش عزيز. اتوترت. جواز عتريسه من فؤاد باطل، انتوا موتريني. عتريسه من فؤاد؟ ازاي انت بتتعلمي الشعر هنا ولا ايه؟ انا متوتره. لا بجد انت عندك مشكله في ما بين المثنى والمذكر والمؤنث والجمع، وانت دخلتي اسم الاشاره في اسم المنادى، وايه ده الموضوع بصراحه؟ يعني انا مش عارف مين عتريسه. هو اسمه عتريس مبدئيا يعني. مبدئيا يعني انا مش عارفه اقول ايه. يعني انت خذلتيني امام لجنه التحكيم. خلينا نخش على المتسابق اللي بعده، وان شاء الله انا هثبت لحضرتك ان ستار تيكر هو برنامج المواهب الحقيقي في مصر. اتفضل، اسمك ايه؟ انا اسمي يوسف ممدوح. اوعدكم اني هعوض اللي حصل ده. انا خريج موسيقى عربيه قسم فويس، ومن صغري في الكونسير، ومطرب اوركسترا سيمفوني بدار الاوبرا المصريه. عامل اغنيه الحاني هغنيها وكلماتي. غناء. طربنا. اتفضل يا يوسف. معقولة ما خدتش بالك للدرجة دي؟ ما سألتش نفسك بعمل كل ده ليه؟ الله. طب حتى ما بانش عليا وانت قصادي، ما شفتش عيني وعرفت فيها ايه. الله يرضى. برافو عليك، برافو عليك. الله. كلماتك؟ كلماتي والحاني. حلوه قوي الكلمات. ربنا انا يخليك. بحب الستايل ده من الغنى. رائع. هو يعني اوفيت وانجزت. ربنا يخليك يا دكتور. بجد، او اوفيت وكفيت زي ما بنقول. في جزئيه بسيطه انت اشتغلت على السهل الممتنع. دي حقيقة. شكراً. بجد نزلتها في حتة؟ ما اعرفش انا دي هتنزل، مش عايز برضو احرق المطرب اللي هيغنيها يعني، مفاجأة ان شاء الله. لا انا عايزه حاجه انت مسكت اكسكلوسيف. التيمه حاجه بس إن يعني شاء الله. بجد دي أول مرة أغنيها على فوق فكرة. الروعه يعني. اول مره؟ لا، اول مرة اغنيها في برنامج يعني. طبعا نزلتها على الفيسبوك والتيك توك بصوتي. دي اسمها ايه؟ معقولة ما خدتش بالك. الاستاذ مجهز ايه النهارده؟ انا احمد عصمت، مؤلف وملحن اغاني. وانا بيشرفني طبعا ان هو يعني غنى الاغنيه ديت، لان انا اصلا كنت هعملها في مسابقه على الفيس. يعني دي نزلت اوريدي على المسابقه على يعني. الفيس. انا مش فاهم قصدك كنت هتعملها عايز ازاي. تغنيها منه يعني؟ مش فاهماك. تبقى عجبتك صح؟ تابعني على لا الفيسبوك. مفيش مشكله. لا انا يعني الفانز بتوعي. مش قصدي ان انت فانز بتوعك. لا انت لو يعني هضيف الفيديو دوت انت في مضطرب ليه؟ الصفحة. مضطرب ليه بس؟ ودخلتنا في حته كده. لا ما شاء الله. فصلتنا لا ما عن شاء الله الموضوع. هو مش غناها. فاهم ايه الموضوع. عايز تغني اغنيته يعني اللي قالها دي؟ أنا مش تقريبا بغني. هو فانز لا انا عندي مش بغني. فعجباه يعني. ايه؟ انا مش بغني. انا مؤلف اغاني وبلحن. بس الحاجه الاساسيه ان انا بكتب على تيم. يعني اي تيمه بكتب عليها. يعني انت بتجيب المقص الاول وبعد كده بتجيب اي القماشة، حاجه ولا ممكن تجيب القماشة وتحط ابتدي عليها التطريق ولا ممكن ايه؟ مش فاهم. هي يعني هو يعني ايه اجيب التيمه واجيب عليها قماشتك كلمات؟ ايه انت؟ ايوه انا ممكن قادر ان انا اعمل 3 هو حاجات. احنا ليه قلبين الهرم بالمشالب بيتقلب. وحاطين قول أي الراس حاجة. تحت بيتقلب. والقاعده فوق يعني؟ بيتقلب. ايه السبب؟ بيتقلب الاساس. ازاي؟ ليه مين اللي قال لك كده ومين اللي فهمك ان الفن كده وفي الاتجاه دوت؟ لا يا فندم. لا ما تقوليش لا يا فندم. ان هو انا الاول يعني معلش يعني اخيط وبعدين اقص، ولا بقص واظبط المزوره كده واعرف فين الدنيا وفين الكلام وفين الموضوع ايه والشعر عباره عن ايه؟ من انهي بحر، من انهي قافيه، شعر بوزن، شعر بقافيه، شعر. وبعد كده اقعد ادندن بقى، بمسك العود واروق كده او بمسك الجيتار او بشحت لا ايه ده؟ انا عايز اسال سؤال، هتغني لنا ايه؟ محضر ايه النهارده؟ جاي فاضي؟ اكمل كلامي ولا لسه ما قلتش اصلا كلام؟ اتفضل يا استاذ. يعني انا فعلا هي الطبيعي ان الكلام بيتكتب الاول، بعد كده بيتلحن، بعد كده بيتوزع. بس طبيعي جدا برضو دلوقتي ان اللحن نفسه بيقول كلام. اللحن لما انت تسمع لحن
ممكن تعرف ان هو ده حزين، بيقول كلام حزين، بيقول ده كلام اي كلام بيقول بالنسبه كلام. لي، اي كلام، نقط على الحروف من الاول. طيب نستأذنك بس طب اكمل سيبنا الكلام. بس من الموضوع ده طيب كله أكمل والحاجات دي. الكلام. انا بس أفهم- سؤال، هو خد كلامك؟ انا مش فاهمه. لا لا، انا لا، مذيعه لازم أنا ما اعرف بتكلمش اغنيه على- مين دي؟ انا لو الكلام اللي عندي ممكن اجيب معاه غيره 3 4 5. كلام مين ده؟ انت قلت جمله انا ما فهمتهاش، انا كمذيعه عايزه اعرف طيب ايه اللي حصل. طب قول طيب ولا طيب مش ممكن عايزه اعرف أديه؟ مقص وحاجات والقماش والحاجات دي، انا بسال كلام مين ده؟ ما قلناش مقص ولا قماش خالص. ده انا اللي فتحت الدكان. لا انا اسف. طب امال ليه ما قلناش مقص ولا بتاع؟ لا احترامي ليك طبعا. بس هو زي ما انا كنت بقول الكلام اللي غنيه يوسف معلش واللحن ده بتاعك؟ انا بس سؤال عشان يهمني مصداقيه البرنامج، انا كده بتحرجوني قدام الجمهور. كلامك ولا مش كلامك؟ لو كلامي يعني هو اعتبر ان هو كلامه وسمعه وان هو كلامه هو دوت ده شطاره منه. كلامك ولا كلامه؟ انت مكسوف خايف من حاجه؟ انا بتكلم طب يا فندم حضرتك ما تزعليش يعني انا مش بزعق، عايزه افهم. ايوه انا بقول لك اهو. انا بقول لك حتى لو هو خد كلامي تمام ده شطاره منه، مش قول الكلام بوضوح. هو في ايه؟ كلامك ولا مش كلامك؟ معلش بليز، سؤال، كلامك ولا مش كلامك؟ طب ممكن اتكلم بس؟ بسالك سؤال، كلامك ولا مش كلامك؟ الاصل بتاعي كلامك. انت خدت كلامه؟ لا لو هو خد كلامه ما انا ولا بعتب عليه. انا ما بعتبش عليه اصلا ان هو خد كلامي. انا لو انا غلطان، لو في غلط ممكن هيكون غلطي انا. ليه؟ لو انا سمعته له. انت سمعته له؟ بس خلاص خلصت الموضوع، خلص. يعني انت قصدك هو لا هو كلامه دلوقتي قدام الناس واللحن بتاعك بقى ولا بتاعه؟ قدام الاساتذه كلامه. طيب بتاع لنا واللحن. طيب انا اتكلمت. واللحن يا واللحن تاني بقول لك والله انت توهتنا. ضيعت اللحن مش بتاعك، بتاعي. اللحن بتاعه. يعني الكلام بتاعك واللحن بتاعي. ده منطق. طيب بيقول الكلام بتاعه واللحن بتاعي، ده منطق. لحن ثالث ورابع. يلا ورينا. طب يلا نعمل حاجه بس، ورينا. اتفضل يا معقولة ما خدتش بالك للدرجة دي؟ ما سألتش نفسك بعمل كل ده ليه؟ طب حتى ما بانش عليا وانت قصادي. ده بيقلد حماقي. ما لمحتش عيني وشفت دي للاسف اللي مسيطره على العقول يعني يا الناس. فرحه باحساسي انا المره دي. ده صوت حماقي. ولا الافضل ان افضل اخبي عليه ده؟ لا ابعد عن حبك، عارف هرجع ليك واشتاق لك، وان يوم فكرت ان انا بقى هنسى بيتهيألك. وده على فكره مش لحن برضه. وافتكرت لما جت عيني في عيني. مش صورك حماقي؟ سنين نفس اللحن حماقي. لا ده مش لحني، ده مش لحني. كمل يا يوسف، هي دي كلماتي بس. كمل يا يوسف. طيب اوكي. كمل. في عامل طبعا اغاني كتير قوي، يا يوسف كمل اغنيه حماقي، انا بحب حماقي قوي. كملها لي. افتكرت لما جت عيني في عينه، سنيني معاه وافتكرت وعدي كان بيني وبينه، زمان خدناه وافتكرت مسكته في ايدي وايدي خلاص سايباه. خطير يا يوسف. بجد يا يوسف. المرة التانية بقى فعلا بتثبت لي ان انت فعلا مشروع نجم، وان احنا رؤيتنا فعلا حقيقية وصحيحة، ان احنا ما بندور على نجم وعلى حاجة. وعنده اذان موسيقية، مش اسمها اذان ولا اذن؟ اذان موسيقية. اذن جمع اذن طبعا. يعني الفكرة بقى كمان ان هو عنده مخزون ثقافي محترم قوي يعني. قدر ان هو يظهره دلوقتي ببساطه خالص. الحمد لله. فزي ما بنقول الهرم كم من 10؟ لا مش كم من 10. هو لا الراعي الرسمي هيقدم مليون جنيه، بالنسبه له اهم حاجه النتيجه. كم من 10؟ ماليش دعوه باي حاجه، النتيجه كم من 10؟ يوسف انا اديله 8. حلو. وزميله اللي جنبه ما شفتش عشان اديله بقى. ما هنا يعني هنا هو ما سمعش صحيح كلام غير الكلام بتاعه. لا هو غنى حلو على لا بس هو انا قلت لك انا غنيت. انا مش مغني، انا مش مطرب، انا صوتي وحش. لا صوتك مش وحش. تخيل بقى انا مؤدي. صوتك لا انا مؤدي. هو ممكن اوصل لحضرتك اللحن كويس بحيث ان انا
يعني اعرف يعني او حس الكلام اللي انا مركبه على التيمه زي ما يعني بنقول أنت او كده. ملحن. لا انا مش انا ملحن يا فندم، بس لحد ما يجيبوا ملحن. انا ما تقول ملحن أنت إيه؟ الاصل يا فندم شاعر. انا اصل أوكي. شاعر، توهتني، الاصل توهتني، شاعر توهتني وبكتب يعني. على تيم. فاللي بيكتب على تيم ده بيكون ودانه كويسه جدا. ما هو ده غلط. اساتذه معانا مداخله ونقول الو. 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 معلش علي صوتك وطي صوت التلفزيون وعلي صوتك انت. مساء الخير، ازي حضرتك؟ عامله ايه؟ اهلا بيك يا فندم. البرنامج مبسوط وفرصه سعيده لدولة صوتك بيقطع، صوتك بيقطع يا استاذ. حضرتك معاك كده كويس؟ كان اتفضل. بقول لحضرتك ان ان في مواهب حلوه قوي، واعتقد بشكل كبير جدا ان احنا نقدر ان احنا يعني نقدم حاجات كتيره ومفيده. وبس انا عندي كومنت صغير قوي على البرنامج. اتفضل. يعني معلش انا مكسوف ومخضوض لان انا اول مره اتكلم في التلفزيون. باين على حضرتك. سامحوني. اول مره الحقيقه، ومبسوط ان هو يكون معاكم. بس عايز اقول حاجه. يعني نظريه ان من الاول خالص برنامج مواهب وناس موهوبه وواحد يتهم بالسرقه من اول حاجه، فعيب. يعني انا شايف ان المفروض يبقى فيه الفنان ده لازم يبقى مرهف الحس، ويبقى يحب لاخوه او زميله، يحب له النجاح. فما ينفعش ان واحد زي مش كل النفوس سويه يا فندم، دي مش بتاعه البرنامج. برنامج مواهب مش برنامج تعليم النفوس. يوسف موهبه جميله جدا، ربنا يخليك. حلوه جدا، باين قوي ان هو جامد. يعني لما ما يقلش عن حماقي، ما يقلش عن تامر عاشور. فشايف ان زميله التاني شايف ان هو يعني بيفتري عليه، بيتبلى عليه، غيران من نجاحه. طب اذا كنت انت في اول الطريق وغيران من نجاحه، امال بعد كده هتعمل ايه؟ شكرا لكم، مبسوطه ان انا اول مره اتكلم في التلفزيون. مبسوطه بيك وان شاء الله تنورنا. معاكم حماده عبد السميع من اسكندريه. شكرا لكم. اهلا بيكم. شكرا يا استاذ حماده، منورنا، وان شاء الله تبقى صديق البرنامج في الفتره القادمه. شكرا لحضرتك. طبعا يعني ده مش راينا، ده راي الجمهور. ممكن انت يجي منك والاستاذ قال يجي منك قماشه كويسه، بس محتاج تشتغل بشخصيتك انت. انا طبعا مش بفهم، بس صح يا اساتذه؟ موافقيني؟ انا احمد عصمت. احمد عصمت. انا ما قلتش اصلا اغاني ليا لغايه دلوقتي. ما نفسي تقول. انا قلت الاغنيه بتاعته تقريبا. انا قلت الاغنيه بتاعته واللحن بتاع كان حد هل تاني. يعقل ان هو انا من الصبح ساكت بس عايز حافظ كل الاغاني الكلام ده كله في الدقيقتين اللي انتوا قعدتوهم؟ ما شاء الله عليك. ما انا بقول لحضرتك. طب ممكن يكون توارد خواطر مثلا؟ ممكن. طب عندك حاجه تسمعها لنا من اكيد جوه طبعا كده؟ كتير. اتفضل. اتفضل يا استاذ. بس يعني للاسف هغنيها بصوتي، بس يعني اعذروني في حته. انا طبعا الناس كبيره وفاهمه يعني ايه الواحد. مين قال لك ان صوتك مش حلو؟ صوتك حلو لا جدا. انا مؤدي وانا يعني. مش مطرب، وانا عارف ان صوتي مش. احييك على فكره. شكرا. اتفضل. اعمل لي مفاجأة تخلي نطير واوصل بيها النجمة بعيدة. انا حابة موافقة لو كانت حتى دي وردة حكون بيها سعيدة. فكرني بكلمة معاك قلتها، قولي كلام دار بينا في وقتها، زود من عندك ده بعدها جملة جديدة. كمل بقى يلا جميلك. نكتفي بهذا القدر، نكتفي بهذا القدر، نكتفي بهذا القدر. كنا بنتجمع أولينا في طالي ذكرى اقطع الكاميرا بتاعته. زمان. رأي حضرتك ايه؟ خلينا نروح فاصل ونرجع نكمل حلقتنا النهارده. يعني ايه اسمع الناس اللي ورا اللي عايزه تسمع. انا كلمتي انا ده 1 2 قلت نكتفي بهذا القدر. لا حضرتك لما انا اكون مجبر، لما انا اكون شغال عند حضرتك. هو الاستاذ اتكلم، ما ينفعش تقطعه. ايه ده؟
لا الاساتذه ناس كبار وعلى راسي. حاسس قوي 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 انا قلت ان انا مش قوي. مطرب يا طب فندم، حضرتك وبعدين؟ بتعلق على حد تاني تقريبا. فين هتوصل اللحن ازاي؟ بعد كده هتخش معاك واحد فين يغني انت؟ بدالك. انت لا، لا، انت فعلا. انت بتبرم تيمه بس. لا صح مش- صح، انا بعمل كده فعلا والله، فعلا زي ما حضرتك بتقول فعلا كده يا فندم. انا بعمل الحركه اللي حضرتك بتقولها دي، انا ما بعرفش اوصل فعلا، وانا بخلي مطرب يغني لي الاغنيه بتاعتي الديمو، حتى لو حاجه بصوتي بخلي مطرب فعلا عشان يقدر يوصل. يعمل لك هو الجاي. يعني انت رحت تكرم مثلا تاخد مطرب معاك يغني لك. ايوه عشان طب انا انت دورك فين؟ أنا فين مش موهبتك اللي احنا جايين هو, نحكم هو عليها؟ اللحن يعني ايه يا فندم؟ يعني ايه اللحن؟ طيب يعني عشان نوصل الناس بس عشان لو تبقى فاهمه ان انا اخلي الكلام ده يتناغم، احوله لاغنيه. بالعكس تمام، مش انت عشان بتعكسها اوصله. والله بتعكسها للاسف يا جماعه، انتوا بتشتغلوا غلط. خلينا نرجع بس عشان نرجع للنتيجه. ورجعنا لكم مره تانية ولسه مكملين في ستارت تيكر. خلينا نعلن الفائز النهارده بجائزه المليون جنيه والالبوم و3 سنين عقد باذن الله. الفائز انا عايزه كل واحد يقول لي اسم بدون ما نخش في حاجه كبيره قوي. راي حضرتك مين؟ يوسف طبعا بلا منازع. انت بتسلم عليه ايه؟ ما حدش قال حاجه لسه. لا انا مش يمكن البنت اللي جنبه لسه بتشوف. لا انا مش بتكلم، انا عشان راجل يعني قعد معايا والله وشجعني. 2 يوسف. حتى لو الشيخ انت كده خلاص. راي حضرتك ايه يا شيخ وليد؟ لا يوسف ما شاء الله مغني صوته حلو. ربنا يخليك. 3-0 خيطته وكده يكون يوسف. عيب على فكره، بصي يعني انا اسف. لا انا ما اسمحش. ايه يا فندم؟ لا ما يعني ننتقي الفاظنا. وبكده يكون يوسف كسب معانا. حد دخل الجايزه، سقفوا ليوسف. الحمد لله. ميرسي جدا يا جماعه، ميرسي جدا. تعالى تصور جنبي. اوكي. انا امال بسلمك الجايزه. نزل تحت. تقول ايه لجمهورك؟ كاميرتك اهي. اقول لجمهوري استنوني، نجم ان شاء الله جاي بقوه، ثقه في النجاح باذن الله. انت كمان تقدر تشترك في ستار ميكر وتكسب مليون جنيه زيه. تابع الارقام اللي هتظهر لك على الشاشه وتقدر تقدم بفيديو صغير تبعته لفريق الاعداد المواهب، وان شاء الله تكسب. يلا اشوفكم حلقه جديده. باي باي. ثانك يو. ميرسي يا اساتذه، ميرسي جدا. انكل علي يا قمر. شكرا. انا ما قصدتش اضايقك، الكلمه طلعت بس بالحماس ان هو يعني فاهم قصدي؟ لا حتى مش قصدي حاجه. انا فاهمك عارفة بس إنك لا لا انا ليه هو ده افيه دارج يعني يعني؟ أنا كنت ما إحنا بسخن اتبهدلنا. الحلقة لا بس. مش قصدي لا بسخن عشان الحلقة. انا راجل يعني ليا. مش قصدي حاجه، انا بس يعني كنت بسخن الحلقه. يعني عايز اسخن ايه السوشيال بقى والحاجات دي وانا لا. بنوته وكده، فهتنزلي لا فيديوهات. يعني لو هي اتصورت يا ريت يعني طبعا ادام انت احنا هوا يا فندم. مش هوا اكيد. ما انت عارفه ان احنا مش هوا. احنا هوا على امريكا وكندا، احنا مش بنزيها في مصر. يلا بينا. لان ما حدش اتفرج عليها في مصر لو زمان يلا الكلام بينا ده. يلا. انت فاهماني قلت ايه؟ خلاص خلصت الكلام اللي انا قلته، مش هعيده تاني بس. ولا انا هعيد كلامي تاني، انا قلته خلاص ولا اتقالت ايه، ولا الكلمه بتطلع من بقي ما بترجعش. وخيطك. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهارده. بدل من لا سامعني؟ ثانيه واحده ثواني بس استنى. ثانيه واحده يا فندم، ثانيه واحده. يعني انا قلت لحضرتك نلتقي الفاظنا، لان حاجة. انا اكيد عندي طب ما هو كان الفاظ. الاستاذ بيقول لك ترزي وكلام وخياطه، مش كده كنت بتتكلم عن بصي يا خياطه؟ فندم اقول لستك حاجه لما انا يعني يقول حاجه في سياق ان هي تبقى مسموحه انا تمام. بس انتوا بتتكلموا عن القماش لكن وكده، ادام فأنا هي مش افتكرت. مسموحه مش انتوا بالنسبه بتتكلموا عن لي يبقى لا القماش؟ كت بقى. طب انا هقول لك اهو، مش انتوا بتتكلموا عن القماش والصوت؟ خلصنا مش الخياطه دي من القماش يا استاذ عبد السلام؟ خلصنا رد عليا يا استاذ عبد السلام، الخياطه دي قماش ولا لا؟ خلصنا انا بتكلم الاساتذه اللي زي ما بعده، خلصنا اللي ده. ها يا استاذ رايك ايه؟ مش الخياطه قماش؟ خلصنا طبعا بس خلصنا. أنا مش عارف هو ايه خلصنا دي مش اصل انا مستغربه، استنى بس عشان أيوة في مشكله دلوقتي. افهمني يا فندم. اتفضل. خلصنا دي كلمه ما فيهاش اي غلط، لكن غرياتنا فيها غلط، بس هو ده اللي انا بتكلم. انا ما اقصدش، انا قصدي الخياطه بس والقماش. خلاص، وانا قبلت يا فندم يعني الاعتذار انا مش بتاعي. عارف ايه اللي مضايقك في الخياطه والابر. انت ما سمعتش جنات يعني اما غنت يعني خيط رفيع يعني رابط ما بيننا وبين ايه ده؟ وانا كمان عملت بلاش تقول ورابط سيرة ما الخيوط بيننا وده بتجننه. نصيب يعني، ما سمعتش؟ وتقريبا انا في اغنيه برضه حاطط فيها طيب ما كل امال مالك بقى زعلان ليه من الخيط والابر؟ لا مش غير انت اصلا المفروض ان احنا لكل الترزيين يعني. الو. انا ترزي. ما انا ايوه انا بشتغل برضه مالك ترزي. زعلان ليه من الخياطه؟ اقول لك ازاي يا فندم برضه بشتغل ترزي. لما واحد يكون كاتب اغنيه مش كويسه تمام ممكن اظبطها له، يبقى ده ترزي.
ترزي الاغنيه. طب ما انت ترزي اهو، زعلت ليه من الخياطه؟ ما انا ايوه انا ترزي اغنيه ما انا قلتش حاجه، قلت خياطه في سياق ممكن الكلام. اشتغل ترزي الاغنيه، لكن يعني مثلا لو واحد زميلي هينزل اغنيه وشفت يبقى فيها ايه حاجه رايك بقى من ستار تيكر ركبك بالترزي الاغنيه الاستاذ احمد ايه؟ احمد عصمت ترزي الاغنيه. حلو، هاتك اللي قلت بقى تزعل. طبعا الراعي الرسمي بيوجه رساله ان اسم البرنامج مش ستار تيكر، ستار فيكر، برنامج مقالب. كل سنه وانتم طيبين. حضرتك طيب. اللي بعده ايه يا عايز عم؟ اقول لك والله صوتك حلو، والحانك خطيره، والحانك خطيره، وانت في منتهى الادب بعيد بقى عن الفن جدا، وشاعر والله إزاي ما مميز تقولش؟ جدا ما شاء الله عليك. ازاي ما تقولش ان هو سرق اغنيتك؟ مؤدب قوي. ازاي ما تقولش إنه سرق؟ ما انا زي ما انا قلت لك، ما هي زي ما انا قلت لحضرتك بالظبط. هو مؤدب. لو هو حد خد، ما انا برضو بتكلم قدام الناس كلها، الساحه كبيره جدا. بتلاقي في واحد مثلا يقول لك اصل ده اللي خد الكلمه بتاعتي. انا عايز اقول لك ان في حاجات بتبقى يعني قريبه جدا من بعض، ممكن تورد يعني خواطر فعلا، وممكن يبقى في كده. انت الشطاره عندك ان انت مش عندك انت واحده عارف يا سرقت، استاذ احمد، انت تقدر تعمل كتير. عارف يا بس استاذ من احمد أهداف، البرنامج ده على قد ما هو كوميدي وهزار، بس هو فعلا ليه رساله. احنا بنقدم المواهب بس بشكل طريف كده لذيذ مع بعض، وغير كده بننبه الناس ان اللي عنده اغنيه، عنده كتابه، كاتب قصيده، شعر، حقوق الملكيه الفكريه. طبعا دلوقتي شوف الحاجه بتتخطف في قاعده، شوف انت بتتكلم بنيه صافيه، جه زميلك اخدها منك. فاحنا فعلا البرنامج ده ليه رساله، مش اللي احنا بنهزر وكده. طبعا بنحاول يعني احنا ايه نخرج حضرتك عن شعورك شويه، بس انت نجم عالمي. ما شاء الله. موافق نذيع الحلقه؟ موافق نذيع الحلقه؟ طبعا تمام. استنوا في حلقه جديده من ستار تيكر. مين هيكسب المليون؟ يلا باي باي.